يا ترى ايه هي الحاجات اللي بتسرق طاقتك من غير ما تحس؟ اول حاجه، القلق السلبي، انك تخاف من حاجات ما حصلتش وفي الغالب مش هتحصل، انك دايما تشيل هم حاجات لا ينفع تغيرها ولا تقدر حتى تستعجلها. وده نوع من التفكير اللي بيجيب لورا، لان الانسان هنا عايش في سيناريوهات في دماغه بس. ربنا سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر. وتبقى نظرة محدودة جدا لو فاكرين ان الفقر هنا هو فقر مادي بس. الحقيقة ان الفقر ده في كل حاجة، فقر في المشاعر وفي الفرص وفي الإيجابية، فقر حتى إنك يكون عندك فرص كويسة في المستقبل وتعيش وتحقق اللي نفسك فيه. لأن الشيطان دايما عايز الإنسان خايف من بكرة علشان طاقته تخلص ويسيطر عليه فيستسلم. القلق السلبي دايما بيدخل الإنسان في مرحلة من fight or flight، اللي هو دايما وضع الطوارئ المستمر. ده بيستهلك كورتيزول عالي جدا وبيأثر على المزاج. أعتقد إن إبيكتيتوس هو اللي كان بيقول: نحن نعاني أكتر في تخيلاتنا أكتر ما نعاني في الواقع. اتنين، إنك تقول نعم بوجع قلب. تقول نعم وتوافق على كل حاجة بس لمجرد إنك عاوز ترضي اللي حواليك، أو إنك عاوز إن هم يتقبلوك. المرحلة دي بتدخلك في مرحلة من الكبت، لأنك هنا كبت مشاعرك الحقيقية علشان بس تظهر بصورة تانية لمجرد إرضاء الطرف الآخر. أنت هنا كبت مشاعرك وجيت على نفسك علشان ترضي الناس وأنت من جوه بتغلي. في الحالة اللي زي كده ربنا سبحانه وتعالى ما يحبهاش، لأنك مش إنسان حر. لما تتحرر هيبقى صوتك الداخلي زي الخارجي بيقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كل واحد براحته، المهم ان انت مع ربنا سبحانه وتعالى ومطمن. ولو قرأنا في الفلسفة هتلاحظوا ان نيتشه قال اكتر من مرة ان الانسان اللي بيمشي ورا اخلاق القطيع بس علشان يكون واحد منهم وبيدور على ارضائهم، هو اللي بيفرط في ارادته وحريته بايديه. علشان كده هو اللي بيغير جوهره ومعدنه، فلا يلوم الا نفسه. الحقيقة إن الوضع ده من أخطر الأوضاع، لأنها طاقة كبيرة جدا مكبوتة بتأثر على الجهاز العصبي النفسي، كمان بتأثر على علاقاتك. تلاتة، الكراكيب الكتير جدا اللي حواليك، ممكن تسميها الفوضى البصرية. عامل عقلك زي الموبايل. موبايلك ده لما بتفتح عليه صفحات كتير جدا لا بتستخدمها ولا بتقفلها، ايه اللي بيحصل؟ بالظبط زي ما انت قلت كده، بيضعف، فبيأثر على استجابته وعلى بطاريته وكمان على أدائه. وهو ده حرفيا اللي بيحصل لعقلك لما بتفتح مهام كتير وما بتخلصش منها أي حاجة. لأن دلوقتي عقلك شايفها حاجات مهمة لكنك ولا بتخلصها ولا بتقفلها، فبيدخل في مرحلة من السنسوري اوفرلود. خليك دايما فاكر إن صفاء الذهن من صفاء المكان، فرتب اللي حواليك علشان ده ينعكس عليك داخليا. كفاية زحمة، كفاية اكتناز قهري. بلاش تجمع حاجات كتير، حب الأماكن الواسعة، اخرج روح أماكن واسعة. دور دايما على السعة علشان ده ينعكس عليك داخليا فترتاح. أربعة، إنك تقارن تجهيزاتك وأدائك بنتائج حد تاني. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ده بصورة صريحة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. بلاش تعمل كده في نفسك. بلاش دايما تدخل نفسك في مرحلة من المقارنة. لازم تؤمن ان اكتر من 80% من اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا كل ده الناس اختارته تقدمه ليك. يعني انت مالكش اي ارادة في ده، هم اختاروا حاجة يوروها لك وانت شفتها فبدأت تحكم عليها. فانت هنا بكل اسف اداة. عشان كده ده بيحسسك بالعجز والدونية. وهنا انت اخدت قيمتك من نظرة الناس التانية. في النهاية دي حياتك انت، لازم القيمة تبقى نابعة منك انت، داخلية ذاتية. ما ينفعش قيمتك تبقى نابعة من حاجة تانية ولا من حكم حد تاني. دي حياتك انت مش حياتهم، عشان تعيشها وتستمتع انت بيها وتأدي مسؤولياتك فيها. خمسة، انك تجلد نفسك طول الوقت وتعيش نفسك في عقدة الذنب. انا فاشل، انا السبب، انا ما عملتش، انا ضيعت، انا اصلا مش نافع، وكل الكلام ده. جلد الذات المبالغ فيه بدون اي فعل للتصحيح وبدون ما نتعلم الدرس بيقتل مراكز الإبداع في المخ وبيدخل الإنسان في مرحلة من الألم. فممكن في لحظة واحدة يلاقي نفسه مش قادر يتحرك حرفيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده متعلق في اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيهون عليك وبيديك أمل في اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى.
تخيل بقى في اللي بينك وبين نفسك، ليه مش عاوز تسامح نفسك وتتعلم الدرس وتعدي؟ أهم نقطة في ده إنك ما تكررش نفس الخطأ تاني. خليك دايما فاكر إن قواعد التغيير هي نفس قواعد التوبة. الكلام ده لو هقوله 1000 مرة برضو مش هزهق. لازم تفتكر القاعدة دي كويس. قواعد التغيير هي نفس قواعد التوبة. 6. القرارات الصغيرة. كل يوم تفكر هلبس ايه، همشي منين، هاكل ايه، هقعد مع مين، وهكذا. اتكلمنا في فيديو طويل قبل كده عن الروتين البسيط مهم جدا. مش كل الروتين وحش. لازم يكون عندك روتين بسيط في القرارات الصغيرة، بحيث إنك ما تفتحش مهام كتير في عقلك كل يوم وتكلف نفسك طاقة ذهنية معروفة بإرهاق القرار. حتى لو حابين تقرأوا عنها بالإنجليزي هتلاقوها decision fatigue. 7. السوشيال ميديا. دايما قاعد منتظر إشعار، منتظر رد على تعليق، منتظر اتصال، قاعد بتتابع وسكرولينج طول الوقت غير محدود. ده بيستهلك طاقتك لأنه بيدخلك في مرحلة من المشاعر المتضاربة. أنت ما بتتفرجش على نفس الحاجة ولا مركز في موضوع واحد، فعقلك مشتت، مشاعرك بيحصل لها تضارب. فأنت لما بتيجي تاخد قرار للأسف ما بتعرفش تفصل مشاعرك، فده بيأثر على قراراتك. الحاجات دي كلها بتحصل من غير ما تاخد بالك. ده بيمنع العقل من الدخول في مرحلة من التركيز العميق، عشان كده ممكن تلاقي التركيز عندك قل جدا، اللي بيمنع الإنسان من إنه يوصل لأي إنجاز أو يشوف أي نتيجة. 8. الشكوى المستمرة حتى لو بينك وبين نفسك. الناس السلبيين لو قعدت معاهم كتير أو الشكايين طول الوقت اللي ما بيغيروش من سلوكهم بيستهلكوا طاقتك. عشان كده انت حتى لو بدأت تشتكي حتى مع نفسك مفيش رضا، مش مطمئن. اللي بيحصل انك بتاخد طاقة الاتنين، المتكلم والمستمع. الشكوى مش بس بتستهلك طاقة اللي بيتكلم، بتستهلك طاقة الاتنين. عشان كده حتى لو عملت ده صامتا مع نفسك انت برضو بتستهلك طاقة عن اتنين. طبعا لسه في حاجات كتير تانية لكنها مش بنفس القوة ولا بنفس الدرجة ولا بتيجي كأولوية، زي مثلا المماطلة والتسويف. مش هينفع تغير المماطلة والتسويف قبل ما تقفل الأبواب الكتير أو المهام الكتير المفتوحة في دماغك. في كمان البحث عن الكمال وعيش دور الضحية، وإهمال دور الجسد، إن الإنسان ما بيتحركش ولا بيلعب رياضة ولا بيحاول يجدد خلايا. وكمان نقص فترات الخلوة مع النفس، الخلوة اللي فيها تدبر وتفكر مش تفكير، لأن ده بيخلي دايما في أفكار مشوشة والإنسان مش عارف يحل أي حاجة لأنه مداش وقت كفاية لنفسه. وأخيرا إن الإنسان يكون ما عندوش أهداف واضحة، لأن ده بيأثر على المعنى، إنك تلاقي معنى لوجودك وحياتك. فقدان المعنى هو ركيزة أساسية في علم النفس الإيجابي. أرجوكوا حاولوا تقرأوا عنه. الحلول موجودة في نفس الكلام اللي قلناه. أهمها إن أي مهمة ما تاخدش أكتر من 5 دقايق، قوم نفذها فورا واقفل الباب ده في مخك. 2. إنك تقول لأ بشياكة، تحط كل واحد عند حده من غير ما تغلط، علشان ما تضطرش تتعامل مع عواقب اللي انت عملته. 3. إنك تعرف قيمة نفسك. انت مسؤول عن نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مهما قلت هتتسأل عنها، فشوف عاوز تتسأل عنها ازاي وبأي صورة ترضيك، وعامل نفسك بالطريقة دي. وأكيد هنا عندي سؤال بسيط جدا، تفتكر ايه هو بقى الثقب الأسود اللي انت شايفه في حياتك ممكن يكون فعلا بيسرق طاقتك وانت مش واخد بالك؟ سلام.